هو احنا ليه بنرجم الشيطان في الحج؟ وليه عدد الجمرات لازم يكونوا 7؟ استنى هقولك. شوف يا سيدي، لما سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عاوز ينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى اللي جاله في الرؤية إنه يذبح ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، بيروحوا هما الاتنين على منى، وده المكان اللي هيتم فيه أمر ربنا بالذبح. وقتها بيظهر إبليس لسيدنا إبراهيم، وبيحاول إبليس 3 مرات إنه يمنع سيدنا إبراهيم عليه السلام ويخليه خالف أمر ربنا بذبح ابنه إسماعيل. مرة عند مكان الجمرة الصغرى، ومرة عند مكان الجمرة الوسطى، أما تالت مرة فعند مكان جمرة العقبة. لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام في كل مرة كان بيمسك في إيده 7 حصوات ويرجم بيهم إبليس وهو بيقول الله أكبر. ولما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع رجم الشيطان، ولما سألوه الصحابة عن السبب قال لهم سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وخذوا عني مناسككم. ومن وقتها واحنا بنرجم الشيطان في الحج، طاعة لأمر ربنا سبحانه وتعالى، واتباعا لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، واقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.